ما تحاوليش تركّزي في حياة غيرِك، حاولي تركّزي في حياة نَفْسِك، ركّزي أنتِ امبارح كنتِ إزاي والنهارده إزاي وبُكرة عايزة تكوني إزاي، ليه نركّز في حياة الناس، ليه نشوف ده رايح فين وده جاي منين وده عمل إيه ليه؟ عُدنا مرةً أخرى، أهلًا وسهلًا بكم. أنا مش مرتاحة في الطرحة دي، أنا عاشقة للطرحة السوداء، فهنحاول نتغاضى عن الموضوع، المشكلة أصلًا إن الطرحة في الحقيقة لونها مش كده يعني، فهنتعايش مع الموضوع لإن الساعة 07:00 وأنا صاحية من بدري، مش عارفة مصوّرتش من بدري ليه، وشوية وهانزل، فكنت صوّرت من بدري، فندخل في الموضوع علشان ما نتأخرش. بالمناسبة عايزين نختار كده يوم في الأسبوع نحدد فيه ننزّل الحلقات، فحضراتكم اكتبوا لي في الcomment لإن أنتم أصلًا مش بتشجعوني ولا بتدعموني وأنا زعلانة منكم، رغم كده باحاول ألتزم وأستمر وهانزّل فيديوهات برضه، فاكتبوا لي في الcomment لو سمحتوا عايزين يوم إيه وكمان الساعة ننزّل فيها الحلقات، مش عارفة ليه حاسة إن ممكن ننزّلها يوم الخميس مثلًا الساعة 18:00 كده، فاكتبوا لي في الcomment حابين يوم إيه، ويالّا بينا ندخل في الموضوع على طول. في حلقة النهارده هاقول لِك على 10 حاجات لو بتعمليهم فأنتِ بتضيّعي نفسِك وبتضيّعي أهدافِك وبتضيّعي حياتِك والحاجات اللي بنبنيها في الفيديوهات اللي فاتت، فإحنا بنضيّع كل ده، وزي ما اتعودنا أنا ما باعرفش أمشي من غير الدفتر والقلم، فأنا كاتبة كل حاجة بالترتيب زي ما أنا متعودة. أول وأهم حاجة بتخلّيكِ ما تحققيش أهدافِك، التسويف. التسويف مدمر، إنِّك تختاري الوقت الأفضل، تختاري الساعة المناسبة، تختاري اليوم المناسب ومش بييجي، فأنتِ بتفضلي مستنية ومش بييجي ومش بتعملي حاجة، إنِّك بتأجّلي للوقت الأفضل، الوقت الأفضل مش هييجي، أنتِ عايزة تعملي حاجة تقومي من دلوقتي تعمليها، ما ينفعش تستني، ما ينفعش نستنى لمّا تيجي الساعة 17:00 بالضبط، أصل لأ مش هاعرف أبدأ 16:30 طَب إيه المشكلة ما تبدئي 16:30 فالتسويف والمماطلة مش أحسن حاجة. نحاول نبدأ من دلوقتي، ما نأجّلش ولا نخلّي التسويف يسيطر علينا. تاني نقطة، المقارنة المستمرة بالناس، بتشوفي بقى مين نجح، مين فشل، مين مش عارفة إيه، طب هو عمل كده أنا مش عارفة أعمل كده، لأ، أنتِ قارني نفسِك بنفسِك كل يوم. ما تحاوليش تركّزي في حياة غيرِك، حاولي تركّزي في حياة نفسِك، ركّزي أنتِ امبارح كنتِ إزاي والنهارده إزاي وبُكرة عايزة تكوني إزاي، ليه نركّز في حياة الناس؟ ليه نشوف ده رايح فين وده جاي منين وده عمل إيه ليه؟ ما تركّزي في نَفْسِك حبيبة قلبي، ركّزي في نَفْسِك بجد، أنتِ لمّا بتركّزي في نَفْسِك بيبقى عندِك وقت كبير جدًا بتعملي فيه كل اللي أنتِ عايزاه، فإحنا نركّز في نَفْسنا ونشتغل على نَفْسنا بدل ما نركّز في حياة غيرنا ونقارن نَفْسنا بيهم، طَب ما أنتِ ما تعرفيش غيرِك ده عايش إزاي عشان تقارني نَفْسِك بيه، فأنتِ قارني نَفْسِك بنَفْسِك كل يوم. تالت نقطة، التفكير الزيادة الoverthinking التفكير الزيادة بيضيّع حرفيًا، كتر التفكير مدمر، التفكير مرهق وبياخد من طاقتِك وبياخد من صحتِك وبياخد من وقتِك، وبيخلّيكِ مشتتة مش هتعرفي تعملي حاجة، لمّا تفكّري كتير مش بتعرفي تركّزي في الحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها، فبلاش تفكير زيادة، بلاش overthinking حاولي يعني أول ما تلاقي إن التفكير بدأ اللي هو أنتِ خلاص هيسيطر عليكِ، حاولي تطلعي منه، حاولي تشغلي نفسِك إنِّك تعملي أي حاجة علشان ما تفكّريش. رابع نقطة، الخوف من الفشل، بتخافي تبدئي عشان أنتِ خايفة تفشلي، طب ما تبدئي يمكن تنجحي. أنتم عارفين مخترع المصباح والله نسيت اسمه، قعد قد إيه يحاول لغاية ما نجح؟ فأنتم يعني ليه خايفين من البداية؟ ما تبدأوا، هتنجحوا صدقوني، الخوف مش هيخلّيكِ تعملي حاجة، فأنتِ خوفِك من الفشل هو فشل بحد ذاته، يكفي إنِّك نُلتِ شرف المحاولة، فأنتِ حاولي، فشلتِ مرّة قومي حاولي تاني، فشلتِ مرّة قومي حاولي تاني وتالت ورابع وعاشر لغاية ما تنجحي، لغاية ما تعملي اللي أنتِ عايزاه، ليه بنستسلم بسهولة؟ ليه بنخلّي كل الحاجات السلبية تسيطر علينا، رغم إن أنتِ ممكن تسيطري على كل حاجة؟ فنحاول نبدأ
ونسيب موضوع الفشل ده على جنب. أصلًا الفشل جزء من النجاح، لإن أنتِ حاولتِ وفشلتِ، فأنتِ هتكمّلي لغاية ما تنجحي، لإن الفشل جزء من النجاح. خامس نقطة، ودي ممكن أتكلّم فيها العمر كلّه، الصُحبة السيئة، الصُحبة السلبية، الصُحبة اللي ما عندهاش لا شُغل ولا مشغلة، قاعدة تتكلّم على ده عمل وده سوّى وده راح وده جه، دي صُحبة سلبية. دي صُحبة هتستهلك طاقتِك، هتقعدي أنتِ كمان تفكّري تقولي طَب الموقف ده يعني هي صاحبتِك هتحكي لِك موقف، مثلًا الموقف مش كامل، فأنتِ هتقعدي تفكّري بقى طَب حصل إيه، طَب إيه اللي لأ، طَب وإحنا ليه؟ أي حد هييجي يقول لِك حاجة حصلت قولي له stop، أنا مش عايزة أسمع، لو هنتكلّم في حاجة مفيدة تمام، مش هنتكلّم خلاص. أنتِ لازم تحطّي مبادئ، علشان أنتِ بتحمي نَفْسِك، فأنتِ احمي نَفْسِك من كل حاجة. سادس نقطة، عدم الالتزام. عدم الالتزام ده شيء كارثي، كارثي بمعنى الكلمة. عدم الالتزام هيخلّيكِ هتمشي مرّة، تُقعي مرّة، فأنتِ هتفضلي كده. لكن الالتزام ولمّا تخلّي نَفْسِك تحت ضغط والتزام، هتوصلي لكل حاجة أنتِ عايزاها، لإن أنا قُلت لِك الالتزام والاستمرارية هي أساس أي حاجة. فأنتِ التزمي حتى لو مش شايفة نتايج، حتى لو مش حاسة بحاجة، التزمي، خلّيكِ ملتزمة. لو بتعملي حاجة استمري عليها كل يوم، التزمي، التزمي، التزمي حتى لو مش شايفة أي نتايج. الالتزام حلو، الالتزام بيخلّي عندِك روح كده إنِّك لازم تعملي الحاجة دي، لازم توصلي، فخلّي الالتزام أساس كل حاجة. سابع نقطة، إدمان الراحة، منطقة الcomfort zone. منطقة الراحة دي كارثية أكتر من مش عارفة قُلت عدم الالتزام هي الحاجة الكارثية تقريبًا، فمنطقة الراحة دي أكبر كارثة. الراحة مُدمِّرة، أنا هافضل مرتاحة كده. بُصّوا كده عقلنا بيحب الراحة، تمام، فأول ما هتلاقي نَفْسِك في راحة كده، عقلِك هيستسلم بكل سهولة، خلاص إحنا في راحة، عقلِك ما بيحبش يشتغل، فأنتِ ما تعوّديش نَفْسِك على الراحة، خلّي يومِك مشغول كده، خلّي يومِك مليان فيه حركة كتير. الراحة بتجيب راحة، الراحة بتجيب خمول وكسل مش هنعمل حاجة، فاخرجوا من منطقة الcomfort zone أهم حاجة. تامن نقطة، تجاهل صحتِك. بُصّوا إحنا عشان بنوصل لأهدافنا إحنا بنبني كل حاجة، حتى نَفْسنا بنبنيها من أول وجديد، فأنتِ بتتجاهلي صحتِك، مع أنتِ بتتجاهلي صحتِك، عقلِك، نومِك، طاقتِك، كل حاجة. نومِك مش مضبوط، أكلِك مش مضبوط، أكلِك بيدمّرِك داخليًا، طاقتِك مش ألطف حاجة، كل ده أنتِ بتتجاهلي صحتِك. لازم تعوّدي نَفْسِك بقى على النوم، إنِّك تضبطي نومِك، إنِّك تضبّطي أكلِك، إن طاقتِك كده تكون حلوة، تملي طاقتِك، تملي روحانياتِك بحاجات مفيدة، فنحاول نضبّط كل ده، يعني ما نهملش، فاهتمي بصحتِك بقدر الإمكان. شوفي الفيديوهات اللي فاتت وشوفي اتكلّمنا إزاي على إنِّك تضبّطي نومِك وتضبّطي أكلِك وكل الحاجات دي. تاسع نقطة، جلد الذات. بُصّي، أنتِ بتغلطي، فبتعاقبي نَفْسِك، فطاقتِك بتنتهي، فبتفقدي ثقتِك بنَفْسِك، هي كده. ليه جلد الذات؟ ليه بتعاقبي نَفْسِك؟ ما كُلّنا بنغلط، إحنا بشر يا جدعان، اتعلّمي من أخطائِك، اتعلّمي من أخطائِك، ما تخلّيش أخطائِك تهدم ثقتِك بنَفْسِك، ما تخلّيش أخطائِك أو إنِّك تجلدي نَفْسِك تدمّر كل حاجة أنتِ بتعمليها، أنتِ بتدمّري نَفْسِك، أنتِ بتكسري نَفْسِك، عاملي نَفْسِك بلطف، عاملي نَفْسِك بحنان، اغلطي، اتعلّمي، قولي أنا مش هاغلط الغلط ده تاني، أنا هاتعلّم منّه، لكن ما تجلديش نَفْسِك، أنتِ هتفضلي 24 ساعة في جلد الذات، فأنتِ بتدمّري نَفْسِك، بتدمّري ثقتِك وبتكسري نَفْسِك وبتكسري كل حاجة جواكِ، فبلاش جلد الذات. آخر نقطة، استهلاك بدون نتائج أو إنتاج. يعني إيه؟ يعني أنتِ حضرتِك قاعدة بتتفرّجي على الفيديو ده دلوقتي،
رغدة قالت لك بلاش تسويف، بلاش تقعدي في منطقة الراحة، بلاش وبلاش وبلاش. انت سمعتي، شفتي، لكن ما نفذتيش. فانت بتستهلكي لكن مش بتعملي، مش بتنفذي. انت بتستهلكي من نفسك لكن انت ما نفذتيش. المعلومة من غير تنفيذ بيساوي وهم. فانت ليه بتعملي في نفسك كده؟ شفتي الفيديو اهو، هاتي ورقة وقلم واكتبي كل حاجة قلتها وابدأي نفذي، ابدأي اشتغلي. ما تشوفيش كتحفيز وخلاص تقفلي الفيديو ولا كأن رافضة قالت حاجة. مش هينفع، لازم استهلاك بدون إنتاج، ده وهم. تستهلكي تنتجي على طول أول بأول. فانتي المفروض أصلا من الفيديو اللي فات أو اللي قبليه انتي بدأتي تعملي روتين، انتي بدأتي تظبطي. فبلاش بلاش 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 الاستهلاك من غير إنتاج. وبس كده، دول كانوا 10 حاجات لو بتعمليهم أو شايفة إنك بتعمليهم فانتي يعتبر كده انتي بتشملي كل حاجة. بصوا، مش شرط يكونوا كلهم عندك، ممكن تلاقي 2 3. حاولي تشتغلي عليهم، حاولي تمسكي كده واحدة واحدة تبدأي تشتغلي عليها. لو أنا مثلا عندي تسويف كتير، لو بأجل كتير، ابدأي اشتغلي على إنك ما تأجليش. يعني بصي، ارمي نفسك في الحاجة على طول، يعني ما تأجليش كتير. دي مثلا حاجة. عدم الالتزام، حاولي تلتزمي. مثلا أنا قلتلك إنك تبدأي تصحي بدري، فانتي تلتزمي. اعمليها مثلا لمدة 10 أيام، إنك تصحي بدري يوميا. حتى لو نومك بايظ أول فترة هتحسي بعدم راحة لأن انتي لسه بتبني العادة. وزي ما قلتلك بلاش استهلاك بدون إنتاج. حاولي تنفذي، حاولي تبدأي تشتغلي على نفسك، احنا لسه في البداية. بعد الفيديو ده ابدأي اشتغلي على نفسك، جيبي ورقة وقلم واكتبي واعملي كل حاجة. شوفي فيديوهات القديمة، ازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك، دي كانت سلسلة فيديوهات أنا بصراحة حابة أكملها. فشوفي الفيديوهات دي هتعجبك هتفيدك. جيبي ورقة وقلم واكتبي كل حاجة، خططي لكل حاجة انت عايزة تعمليها. وبس، دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون استفدتوا وأتمنى تعجبكم. واعملوا شير لأصحابكم عشان هما كمان يستفادوا، واعملوا لايك وكومنت والحاجات دي كلها. أشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.